القرنبيط المقرمش. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منوعات جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة قرنبيط خطيرة مقرمشة، حتى لو باتت في التلاجة هتفضل مقرمشة معاكي لحد اخر لحظة ولحد اخر واحدة هتاكليها في القرنبيط. طبعا هنشوف المقادير مع بعض ونشوف الخلطة السرية، وهنعمله بيضة واحدة وممكن نستغنى عنها كمان. سامعين القرمشة كأنه ستريبس او كنتاكي. بينا نشوف القرنبيط المقرمش بكل تكاته من اول خطوة. طبعا معانا شوية مية كده في حلة، هنحط عليها شوية ملح وشوية كمون. لو حابين ممكن ما نحطش كمون، بس الكمون ده مفيد جدا علشان بيريح المعدة. طبعا في وجود القرنبيط بيبقى بيريح المعدة شوية، وكمان الكرنب. تمام. هنا حطيت القرنبيط بعد ما شطفته شطفة سريعة كده، حطيته في المية وهستنى عليه لما يبدأ يغلي. هيفضل اسيبه في المية يغلي لمدة 5 دقايق، هغطي عليه لحد ما يغلي. بعد كده بدأ يغلي معايا، هسيبه حوالي 5 دقايق، مش هكتر عن كده. تمام كده زي ما احنا شايفين كده، هو ما بياخدش وقت كبير. وهكون مجهزة عندي بقى شوية من المية تكون ساقعة، او تكون مية فيها تلج، يعني لازم تكون ساقعة شوية علشان درجة حرارة القرنبيط يعني تتوقف بقى، ما يفضلش ان هو يستوي معايا ويتهري. لازم نعمل كده الخطوة دي علشان نحافظ على القرنبيط في نفس درجة السوى اللي احنا محتاجينها. طبعا يا ريت لو احنا هنشيله بمصفى يكون افضل علشان ما ناخدش معانا مية سخنة، بس طبعا انا كنت متسرعة شوية وحطيته كده بالمغرفة دي. تمام كده. تعالوا بينا بقى بعد ما خلصنا القرنبيط من المية المغلية وقفنا السخونية، هنبدأ ناخد بعد كده نص حزمة من اي خضرة انتي بتحبيها او بتفضليها. يعني ممكن شبت، ممكن بقدونس، ممكن كزبرة، اللي تحبيه او تفضليه. انا عندي بفضل الشبت، فخدت نص حزمة بس وفرمتها ناعم جدا بالسكينة زي ما احنا شايفين كده. تمام. تالت خطوة بقى معايا وهي سهلة جدا، وهي دي بقى الخلطة السرية. تعالوا نشوف مع بعض الخلطة السرية اللي هتخليه معاكي مقرمش لحد اخر واحدة، حتى مهما يبرد، حتى لو حطيتيه في التلاجة هتحسوه كده كأنه كنتاكي، مش فراخ كنتاكي، مش هتحسوه قرنبيط خالص. طبعا معانا هنا كوباية من الدقيق، كوباية كاملة من الدقيق، وربع كوباية من النشا، وعليهم معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة جدا بيكنج باودر، وملح كمان معلقة صغيرة قوي من الملح، ومعانا كمون، ومعانا كمان فلفل اسود، وممكن تحطوا شطة لو حابين، بس الشطة هتكون حوالي ربع معلقة علشان ما تبقاش مشطشطة قوي، يعني حسب رغبة اللي هيعمل الخلطة دي. ممكن تزودي شطة او بلاش يعني. تمام. بعد كده هجيب بيضة واحدة، ممكن تستغني عن البيضة دي عادي. بعد كده هتضيفي حوالي كوباية وتلت من المية. تمام. هنشوف احنا يعني هنضيف قد ايه، هنشوف كده مع بعض. الكمية دي كفاية بعد ما نقلب المكونات كلها كده، ولازم نتأكد ان كل المكونات الجافة امتزجت مع المكونات السايلة بتاعتنا. طبعا انتي تقدري تحطي مية بس من غير حليب او لبن، لكن انا حبيت بس ان انا اخلي المكونات تكون غنية شوية بالعناصر الغذائية، فضفت شوية من الحليب. ممكن تستغني عنهم خالص. تمام. هنقلب بقى المكونات وهوريكم السمك اللي احنا عاوزين نوصل ليه. احنا مش عاوزينها تكون سايلة، ومش عاوزينها كمان تكون متماسكة. هتلاحظوا كده معايا صوت طرقعة كده او فرقعة، الصوت ده صوت الزيت. طبعا اول ما بدأت ان انا اجهز الخلطة السرية بتاعة القرنبيط دي، بدأت اسخن الزيت، لان الزيت لازم يكون على درجة حرارة عالية واحنا بنضيف ليه القرنبيط. تمام. بصوا بقى، تعالوا نشوف كده القوام بتاعها. ادي القوام بتاع خلطة القرنبيط اهو، هتحسوه كده زي بالظبط عجينة الكريب. تمام. اخر بقى اضافات هنضيفها وهي فصين توم مهروسين كويس قوي ناعم. الخضرة زي ما اتفقنا، اي نوع خضرة بتحبيه تقدري تضيفيه، سواء كزبرة او شبت او بقدونس. وبالنسبة للتوابل اللي حطيناها هقولها لكم تاني وافكركم بيها، لان حاسة ان انا نسيت مكون، وهي كمون، فلفل اسود، ممكن شطة حسب الرغبة، وكمان تقدروا تضيفوا عليها كزبرة ناشفة.
كمان بتخلي النكهة بتاعتها جميلة جدا. تمام، تعالوا بقى نشوف القوام بتاعنا اهو. كده خلاص كل المكونات بتاعتنا اتظبطت مع بعض. تعالوا بقى نشوف الكفر الخارجي خالص للقرنبيط اللي هيخليه مقرمش لحد اخر واحدة. هنحط معانا هنا كوباية واحدة من الدقيق. انا هنا بعاير بالنص كوباية، فعشان كده هتلاقوني بضيف مرتين، بس هي كوباية واحدة من الدقيق وعليه ربع كوباية من النشا. المكون ده بقى يا حبايبي ممكن تستغنوا عنه، يعني مش ضروري خالص، بس هو الحقيقة هيخلي الأولاد يجروا عليه كده ويسألوكي عاملة أكل ايه. ده بقى من كنور، عبارة عن توابل بطاطس، خطير جدا، طعمه في منتهى الجمال ونكهته حلوة قوي. دي إضافة زي ما اتفقنا حسب الرغبة، يعني مش إجباري. تمام، هنقلب بقى المكونات بتاعتنا مع بعض، وطبعا بنضيف ملح وكمون وكل المكونات اللي احنا حطيناها على الخلطة السرية دي هنحطها تاني على الكفر الخارجي اللي هو الدقيق والنشا. وبعد كده هبدأ بقى اغطس كده واحدة القرنبيط او الزهرة بايد، وبايدي التانية ببدأ ان انا احط عليها الكفر الخارجي، اغلفها كده بالكفر ده بايدي التانية. يعني زي ما انتوا شايفين كده، ايد بخليها للصوص ده او للعجينة السرية دي او الخلطة السرية دي، والايد التانية بخليها للكفر اللي هو الجاف زي ما احنا شايفين كده. ده بيسهل عليا كتير جدا. وزي ما اتفقنا الزيت عندي على البوتاجاز، مجرد ما بخلص الواحدة زي ما احنا شايفين كده وبغلفها كويس بالكفر الخارجي بتاعها اللي هيخليها مقرمشة جدا، هحطها في الزيت على طول. نعمل مع بعض واحدة كمان اهي. طبعا في الكفر بتاع الدقيق حطينا برضو بيكنج باودر، وهكتب لكم المكونات بالتفصيل في صندوق الوصف علشان لو في مكون وقع مننا كده واحنا بنتكلم تقدروا ترجعوا له بسهولة. شايفين كده خلاص هبدأ بقى انزلها في زيت زي ما اتفقنا، زيت غزير. احنا نقدر نستخدم طاسة ضيقة قوي علشان تبقى شوية الزيت اللي احنا نحطهم يخلوهم متغطسين كويس، يعني يخلوا وحدات القرنبيط متغطسة قوي في الزيت. زي ما احنا شايفين كده انا بعلي النار على اخرها وما بقلبش. نصيحة ما تقلبيش القرنبيط غير لما تحسي ان هو بدأ ياخد لون من الناحية اللي انت حطاها في الاول. ولو هنقلب يا ريت ما نقلبش بشوكة. بصي هو انا هنا عشان عارفة ان الخلطة بتاعتي متماسكة كويس جدا ومقرمشة قلبت بشوكة، لكن لو بتعملي بانيه او بتعملي بفتيك او كده بلاش نقلب بشوكة، لان الكفر كده ممكن يطلع من على الحاجة اللي احنا عاملينها وعاوزينها تطلع معانا كريسبي. بصوا هو في الطاسة اصلا يبان لنا كأنه ناجتس او كريسبي كده، يعني حاجات اهو. بصوا انا بقيت مستعجله قوي اعرف الخلطه بتاعتي طلعت مقرمشه ولا لا، بس فعلا الخلطه بتاعت القرنبيط بتاعتنا النهارده فعلا يا جماعه خلطه ناجحه جدا 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 ما شاء الله، وهتعتمدوها ان شاء الله باذن الله في كل مره بتعملوا فيها القرنبيط. وفعلا لحد اخر قطمه، حتى اخر واحده في القرنبيط هتفضل مقرمشه معاكي، والولاد هيشموا ريحتها بسبب التوابل اللي احنا ضفناها دي، هيقولولك بجد احنا عاوزين ناكل الاكله الجميله دي. شايفين قرمشه خطيره. كان طبعا سخن جدا ما كنتش عارفه امسكه، بس حقيقي مقرمش وريحته ونكهته جميله جدا. سامعين القرمشه؟ شايفين ما شاء الله حلو قوي وريحته قلبة الشقة كلها، بجد خطير جميل جدا. وعلى فكرة القرنبيط من الاكلات المفيدة جدا جدا وبتحارب امراض كتير خطيرة. بتمنى يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، بتمنى ليكم مشاهدة طيبة وشكرا ليكم والسلام عليكم.